السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا الأكلة الجميلة دي. طبعا الساندوتش ده من بره هتجيبيه بكام؟ يعني بحاجة و70 جنيه، حاجة و80 جنيه. شاورما طبعا عملتها على طريقتي. وكمان العيش خبزته زي ما انتم شايفين كده. طبعاً العجينة العادية مية ودقيق، وبعد كده بنسيبه يريح شوية، وبنفرد العجينة، وبعد كده نخبزها زي ما انتم شايفين كده. طريقة العيش سهلة جدا، وهتعملي من كوبايتين دقيق كمية حلوة قوي. بصوا انا عملت زي فكرة ايه الرقاق الطري او العيش السوري. بصوا عامل ازاي وبيقب معايا في منتهى الجمال. مية ودقيق وملح، مفهوش ولا خميرة ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده بخبز العيش على الناحيتين، وبعد كده هسيبهم يبردوا خالص. بصوا عملت الكمية قد ايه، تحفة. عملت كمية كبيرة، فانا قلت بقى ايه هلم بقى البواقي الاكل اللي في الفريزر. يعني ممكن تلاقي كيس فيه قطعة فراخ، في سجقية كده من اللي انا كنت عاملاها، في حتة لانشون كده. زي ما انتم شايفين كده بقى دي التومية السوري. حطيت كوبايه شويه ميه مع معلقتين نشا، وبعد كده حطيتهم في الخلاط، وحطيت عليهم فصين توم وشويه لبن وزيت، وطبعا ملح، وتبلتهم وخل. بقت بالشكل دي، الشكل ده كريمي كده وجميله قوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده، وحمرت بقى طبق بطاطس. دي بقى البواقي الاكل اللي عندي في الفريزر. سجق على لانشون على فراخ، عملت لهم زي صوص طماطم كده وحطيتهم، وبعد كده مع التوابل وشكلتهم. جبت بقى الرغيف بتاعي، العيش بتاعي، حطيت تومية، وبعد كده هحط من الصوص اللي انا عاملاه الفراخ والسجق. انت ممكن بقى تعملي اي حشوة، لحمة مفرومة، فراخ، زي ما انت حابة. بس انا عشان انا ما اشتريش حاجة من بره، فانا عملت الموجود عندي. طبعا ما برميش اي حاجة، يعني يا رب يديمها علينا نعمة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لو سجقية فاضت مني هسيبها، مش هرمي حاجة. وحطيت كمان الهوت دوج من اللي انا كنت عاملاه. ما شاء الله كان طعمه تحفة تحفة بجد، حلو قوي. الحاجات دي بتنفع. وعاملاها زي رولات كده وشايلاها في الفريزر. كل ما رول يخلص اطلع واحد تاني عشان الدراسة، عشان الاكل. انا ساعات كمان اكون مكسلة اعمل اكل، فاطلع واعمل شوية مكرونة مع هوت دوج بشوية طماطم، وما شاء الله قضيت اليوم. زي ما انتم شايفين كده بعمل واحد تاني. طبعا الاولاد بتشتاق للاكله ديت. طبعا مش انا عن نفسي لما هاكل بره مش اقل من 500 600 جنيه على السندوتشات ديت. طبعا لما بعملها في البيت مش بتكلفني حاجه. الدقيق موجود عندي والبطاطس وهلم بقى بواقي الاكل، ويبقى عملت لهم اكله والله العظيم بتبقى تحفه وموفره كمان. بص انا عملت اكتر، يعني بدل ما الواحد هياخد ساندوتش بره، ممكن ياخد 2. ده مش ممكن، يعني ده اكيد بياخد 2. بصوا ما شاء الله بعد ما خلصت العيش. انت لو عندك الطاسه الجريل انت ممكن تعملي فيها، بس انا عشان مستعجله حطيتها كده، رصيتها وحطيتها في الفرن. هتاخد وش من فوق واقلبها تاخد وش تاني، وكده حلوة قوي. عشان بصراحة مش قادرة اقف بقى ان انا اعمل كل شوية على الجريل. لا عملتها كده، وده بقى شكلها التحفة الجميل. ايه رأيكم؟ بجد تحفة.